اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا مساء الورد، يا مساء الفل، يا مساء الياسمين على عيون أحلام طبيعيين. بصوا بقى حبايبي، بيني وبينكم أنا ما كنتش هستنى رمضان اللي أنا أجيب كنافة وأعمله واعملها، يعني بيني وبينكم يعني كان نفسي فيها وأجيبها وأعملها، فقلت بقى ايه اجيب نص كيلو واعمله معاكم زي بتاعه رمضان بالظبط. يقعد عليكم الايام بالخير واليمن والبركات. خلاص رمضان قرب اهوت على الابواب. ربي يجعله كده يا رب شهور مباركه عليكم ويقعد عليكم بالخير واليمن والبركات. تعالوا بقى يا حبايبي اقول لكم الكنافه احنا هنعملوها ازاي، وبطريقه يعني سهله وبسيطه، وحاجتها كلها سهله وبسيطه ومن قلب بيتي. بصوا بقى حبايبي، انا هنا كنت شاريه نص كيلو من الكنافه، حطيته في الفريزر يتجمد شويه زي ما انتوا شايفين كده اهو. هفركه كده حتى شوفوا بينزل معايا طري لسه، عشان ده بتاع يعني الكنافه دي انا شاريها النهارده وحطيتها في الفريزر، يعني مفتش عليها غير ساعتين 3 بس، عشان كده طريه معايا مش ناشفه ولا بتتفرك مني بسهوله. هفرك فيها كده اهي لحد كلها تبقى عامله زي الشعريه كده معانا اهي. متنسونيش بقى يا حبايبي في اللايكات والاشتراكات وانتباهكم كل القناه. ربنا يديمكم نعمه في حياتي. صلوا على النبي كده وما تقعديش ساكته انتوا وهي. والكنافه حبايبي فرقناها اهو معاكم، شوفوا عامله ازاي، عامله زي الشعريه بالظبط. هنحط عليها صلوا على النبي كده وما تقعديش ساكته. نحط عليها معلقتين سكر كده كبار حلوين، ونقلبهم كلهم في بعض بحيث الكنافه كلها تشرب من السكر اللي انت حطاه. عايزه تحط لها سكر بودره حطي، مفيش اي مشكله خالص، بس احنا بنقوله المتاح عندنا، مش لسه هتضربيه في الكبه ولا لسه هتضربيه في الخلاط. وهتحطي تاني هنا، تحط عليها كوبايه من السمنه الكبيره اهي. طبعا انا كنت مسيحاها على النار، بس انتوا عارفين الجو برد بيجمد اي سمنه معانا او اي زبده اهي. تقعدي ساكته انتوا وهي، صلي على النبي. وتفركي برضو كله مع بعض، اللي هي الكنافه بالسمنه كده حبايبي. بعد كده ما فرقنا كده الكنافه بالسمنه بالسكر اهي. طبعا هي سهله وبسيطه مفيهاش اي حاجه خالص. هجيب صينيه، كنت دهنه انا صينيه بالسمنه، واحط فيها شويه كده من الكنافه بتاعتنا الجميله، وفرفطيها كده زي ما انتوا شايفين، عشان ما تبقاش مكلكعه منك. افرديها كده في قلب الصينيه متبقاش مكلكعه كلكعه منك. كل حاجتها سهله وبسيطه من قلب بيتك. مش لازم يعني نعملوها في رمضان بس، نستنى رمضان لما يجي على خير يا رب ونعملوها لاولادنا. وبنكم كان نفسي فيها، يعني عشان كده قررت ان انا اعملها. بعد ما فردتيها بقى كده حبيبتي انت وهي في الصينيه، هتحطي عليها بقى اي مكسرات عندك. انا كنت شاريه سوداني وحطيت عليه شويه سكر، ده المتاح عندي. عايزه بقى تحطي بقى فستق، عايزه تحطي بندق، عايزه تحطي جوز الهند معاه، عايزه تحطي زبيب، انتي وراحتك واللي في امكانياتك كله اعمليه. محدش هيغصبك على حاجه، وما تكلفيش نفسك. ما عندكيش اعمليها ساده، وتقومي بقى ضغطه كده بايدك على الكنافه اللي انت عملتيها وحطيتي عليها المكسرات بتاعتك. ليه بقى الحركه دي؟ عشان المكسرات بتاعتك تمسك في طبقه الكنافه اهي. ضغطت عليها كده وسويتيها كده، هتحط عليها الطبقه التانية برضو من الكنافه، وبرضو افرديها كده عشان ما تكلكعش معاكي زي ما انت شايفه كده يا حلوه انت وهي. بعد ما حطيتي بقى يا حبيبتي الطبقه التانية، هتقومي برضو تضغطي عليها كده عشان تبقى كلها
في سوا بعضها ومقاس واحد، وتطلع معاكي كده ايه حلوة زي ما بتشتريها من بره بالظبط. صلي على النبي. وقلتلك ايه ما تقعديش ساكته انت وهي. طب انت بقى هتطيبيها ازاي؟ انا احطها على فوق البوتاجاز من فوق، ماشي، مش هحطها في الفرن زي اهالينا زمان كده. فاكرين زمان لما كانوا بيقعدوا كده على البوتاجاز الصغير كده ويعملوا كنافه عليه؟ احنا بقى اتطورنا، بقى عندنا بوتاجاز كبير، احطها بقى ايه على عين البوتاجاز من فوق وايه واعملها واطيبها. عايزه انت تحطها في الفرن حطيها تاخد لون من تحت، بعد كده ايه تحطيها ايه فوق الشوايه. بس انا هعملها كلها فوق ايه فوق البوتاجاز من فوق. تعالوا نشوفوا احنا هنطيبوها ازاي. طبعا انا حطيتها اهي على عين البوتاجاز من فوق زي ما انتوا شايفين، بس انا عامله النار وسط، مش معليه النار عليها عشان ما تتحرقش مني. وكل شويه هلفها كده، كل شويه هلفها كده، بس ما بين كل لفه ولفه انا هغطيها بغطا كده عشان كلها تستوي كده. وكل شويه هشيل الغطا والفها، كل شويه اشيل الغطا. شفتوا يا ولاد جمال الصينيه لما قلبتها؟ جميله بجد بجد. طبعا انا جبت صينيه اكبر منها وحطيت برضو في القعر تحت سمنه ورحت قلباها برضو، حوطت النار عليها تعمل لنا برضو ايه اللون الذهبي الحلو بتاعنا ده. وبعد كده هنسقوها بالشربات. الشربات انا كنت عاملاه من قبل الفيديو، ما اعمل معاكم فيديو. هما كوبايتين سكر على كوبايتين ميه على عصرة ليمونه على حبه ايه فانيليا، ده الشربات بتاعنا. هنشوفوا بقى ايه الصينيه بتاعتنا هنعملوها ايه، هنسقوها ازاي الشربات. ولا بس ايه الجنب التاني بس يطيب، وبعد كده نحط لها الشربات بتاعها. سهله جدا وبسيطه ما فيهاش اي حاجه، واعمليها ببيتك احسن ما تشتريها من بره. انتوا عارفين الاسعار بره عامله ازاي، ربنا يرحمنا برحمته، والحمد لله على كل حال. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا صينيه الكنافه الجميله الحلوه الرائعه اللي عايزه تتاكل الاكل دي. احط بقى عليها الشربات، وزي ما قلت لكم انا كنت عامله الشربات قبل ما اعمل معاكم الفيديو عشان بياخد وقت وبيتحط ايه بارد، لازم يبرد. الكنافه تكون سخنه والشربات يكون بارد. بس انا مش هكتر بقى شربات عشان عيالي ما بيحبوهاش ايه فيها شربات يعني مسكره ياما يعني. وبكده يا حبايبي كده نكون خلصنا الايه الكنافه بتاعتنا، سهله وبسيطه وكل حاجتها من قلب بيتك. عايزه تشتري مكسرات من بره اشتري، ما انتش عايزه برضو انت وراحتك اعمليها ساده. مكانش لازم نستنى رمضان يعني عشان نعمله حلويات رمضان وجمال الاكل والحلويات اللي بيبقى في رمضان. كل سنه وانتم طيبين. يلا بقى حبايبي ومشجعوني بيكم، ربنا يديمكم نعمه في حياتي. ومتنسونيش في اللايكات والاشتراكات وانضمامكم ليا القناه حياه هند ببساطه.